السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني من اخر فيديو. دعمكم ليا وتشجيعكم ليا بيزيد كل يوم اكتر، وده بيشجعني وبيخليني عايزه اعمل فيديوهات اكتر وعايزه اشارك معاكم حاجات اكتر. نبدا الفيديو بتاعنا الاول، نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. شكرا من القلب لكل حد بيحط لي لايك، وشكرا من القلب لكل حد بيشترك في القناه. دعمكم ليا هو اللي بيخليني اكمل، واتمنى ان انتوا تدعموني اكتر. النهارده فيديو تنظيف. دي الركنه او اوضه الجلوس عندي. حبيت ان انا اعمل لها تنظيف عميق، لان هي اكتر اوضه احنا بنقعد فيها، ولعب ابني كمان طول الوقت متنطوره فيها، فحبيت ان احنا ننظفها النهارده مع بعض. شلت كل الشلت بتاعت ال الركنة، هي الشلت بتاعتها منفصلة، فشلتها كلها. طبعا نفضتها وطلعتها في الشمس. تاخد تشميسة حلوة كده على ما انضف تحتها وانضف الركنة حواليها، وبعد كده ايه، ارجعها مكانها تاني. طبعا انا شديت كل حاجة من مكانها، لان هزعها في الحيطان والسقف برضو، فحبيت ان انا اشد كل حاجة من مكانها. في التنظيف وانا بنظف، لو بمسح او حتى بنظف الحيطة او بنظف الفرش، بحب ان انا استخدم مية سخنة معاها اي حاجة تعمل رغاوي كده بسيطة، مجرد ريحة يعني. بس المية السخنة هي الأساس عندي، حتى لو مفيش معاها أي حاجة. المية السخنة بجد بجد بتفرق في التنظيف، حتى في مسح الأرضيات. لما تيجي تمسحي أو تنضفي بالمية السخنة غير خالص لما تنضفي بالمية الساقعة. يعني ده شيء وده شيء تاني خالص. أتمنى إنك انت تجربي، والنتيجة هتعجبك جدا لو جربتي تمسحي بمية سخنة. بكون حاطه في الجردل بتاع المسح بتاعي ميه سخنه وشويه خل. ولو عندك ديتول حطي، لو عندك جنرال من اللي هو بتاع المسح حطي، اي حاجه بقى انتي حباها. بس الاساس بتاعك الميه السخنه وحاجه بسيطه كده من الخل. بتحسي بقى ان البلاط بعد ما بتخلصي كأنه هو مراية، و... والارض بتنشف على طول، وملمس الارض كده يحسسك بالنظافة يعني. حاجة بصراحة تحفة تحفة تحفة. انا في اي حاجة بعملها، اكتر لحظة بحبها هي ان انا لما يجي وقت المسح، عشان خاطر احط المية السخنة وامسح. لما الارض بتبتدي تنشف كده بتحسسك باحساس نظافة يعني. بصراحة حلو، تحفة تحفة تحفة. جربي تمسحي بالمية السخنة، وانا متأكدة انك مش هتبطلي بعد كده تمسحي غير بالمية السخنة. بحب اوي انضف البلكونة، بحب انضف كل تفصيلة في شبابيك او في البيبان بتاعة البلكونة. بحس ان ده برضو بيساعد ان المكان يفضل نضيف فترة اطول. طول ما البلكونة نضيفة خلاص، انتي المكان اللي انت قاعدة فيه نضيف. هو ده بالنسبة لي. فابتدي كده ان انا بنضف كل تفاصيل البلكونه، طبعا من جوه ومن بره. و... وبخلص بقى، وبعد كده بمسح البلكونه وبهوي شويه، وبعد كده بقفلها. فبضمن بقى ان المكان اللي انا بنضفه او قضيت فيه وقت يعني في التنظيف بيفضل نضيف لفتره. هنا بقى كنت بنضف البلكونه كده، بظبطها كلها. وهنا بعد ما خلصت وشمست الشولات دي كلها والمخدات، دخلتهم تاني ورتبتهم مكانهم، وفرشت الأرضية ورجعت كل حاجة مكانها. وكده بقت الأوضة دي بالنسبة لي بيرفكت، 10 على 10. هنا بقى حبيت ان انا افرش معاكم البوتاجاز. البوتاجاز بتاعي نوعه فريش. البوتاجاز بتاعي بصراحة هو يعني ما شاء الله فل شمعة منورة طول الوقت. ما شاء الله، طبعا ده مش بالساهل، ده مجهود وتنظيف اول باول، وطول ما انت ايدك في الحاجة بتفضل طبعا نظيفة. حبيت بقى ان انا اوريلكوا شكله قبل الفرش وبعد الفرش، لان طبعا بفرش عليه ورق كده زي فويل بيحافظ عليه اطول وقت ممكن. وطبعا لان البوتاجاز بتاعي السطح بتاعه من فوق كده تيفال، فبيتجرح على طول، فبحب ان انا افرشه، لان مش كل شوية امسح وادعك ومش عارفة ايه. فالفرش بيحافظ عليه. الفرش ده يعني ما شاء الله سميك. بيحافظ عليه فترة حلوة برضو. يعني بيشيل عنه كتير كتير كتير. هو مكرمش شوية بس لما تفرشيه
وتبدأي ان انت بقى تشغلي الفرن مرة او تشغلي العيون وكده، والبوتاجاز يبدأ يسخن بيتفرد وبيبقى بياخد وضع البوتاجاز يعني، وبيبقى حلو. فقلت بقى اما افرشه كده عشان خاطر لو عملت حاجة او قليت سمك او اي حاجة فيها يعني بهدلة البوتاجاز، يبقى بننضف من على الوش وخلاص. وخصوصا ان هي ما بيلزقش فيها حاجة، وكده كده الحوامل بغسلها باستمرار. انا مش عارفة ده صح ولا لا ان انا اغسل الحوامل باستمرار. يعني لو حد عنده معلومة عن الكلام ده ياريت يكتبلي في الكومنتات. بس دايما بحب الحوامل بتاعتي يكون شكلها نظيف، معلهاش ولا نقطة اي حاجة. يعني حتى هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله يعني كأنها لسه جديدة، مع انهم بقالهم يعني ما شاء الله 4 سنين. لما تيجي بقى تفرشي الورق الفويل ده، تخلي بالك عشان يعني لا قدر الله ما يحصلش اي حاجة مش عايزينها. فرغي كويس في العيون من جوه، يعني حوالين العيون من جوه مكان ما الغاز بيطلع. فرغي كويس يعني، سيبي المساحة بتاعة الغاز والنار دي ملكيش دعوة بيها خالص. فرغي كويس من جوه. اهم حاجة بس تحت العين من بعيد، وخلي مكان الغاز ما بيخرج كده فاضي وابدأي بقى ان انتي ظبطي العيون وركبيها. وما شاء الله يعني طول ما هو كده ممكن يقعد معاكي بالشهور، يعني ما شاء الله ممكن يقعد معاكي 6 شهور وازيد كمان. يعني لا بيتحروق ولا بيجراله حاجة، غير بس لو اتخرم منك غصب عنك من سكينة او حاجة. في الوقت ده بقى بيتطلب ان انتي تغيريه علشان ما يسربش بقى من تحته. لو مثلا لبن فار او مية وقعت على البوتاجاز، هيبدأ بقى ان هو يسرب من تحته وهيعمل ريحة وحشة. فلو اتخرم الافضل انك انت تشيليه وتغيريه. بس من ناحية ان هو بيحافظ، هو ما شاء الله بيحافظ على البوتاجاز جدا. انا بدأت بقى ان انا اركب العيون. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن عيون البوتاجاز اللي عندها عيون بوتاجاز ستيل او نحاس. الالومنيوم تقعدي تدعكي فيه لغايه ما ينضف. عيون البوتاجاز لو ستيل او نحاس زي بتوع كده، هوريك ازاي ترجعيهم جداد ومن غير دعك ومن غير اي حاجه خالص في فيديو تاني ان شاء الله. بس هنا انا كنت منضفه البوتاجاز ومظبطاه ومجهزاه على ان انا هفرشه. الحوامل يعني ما شاء الله ما شاء الله نظيفة، ما فيهاش زم، لا ما فيهاش اي حاجة خالص، لان انا يعني بغسلها على طول وبغسلها وهي سخنة كمان. فيعني بتفضل نظيفة ما شاء الله. في طبعا عين في النص وفي حامل في النص، بس انا شايلاه يعني تجنبا تجنبا للجهد وتجنبا للتعب وتجنبا لتضييع الوقت. لان لو قلت مثلا حاجه وبهدلت البوتاجاز كله، فهضطر ان انا اشيل ال3 حوامل، وهضطر ان انا اشيل العين اللي في النص كمان. فقلت لا، خليكي مستخبيه طالما انا كده كده مش بستخدمها. فشلتها بصراحه وشلت الحمل اللي في النص، وخليت الجزء اللي في النص ده فاضي، بحيث ان لو جه على اي حاجه بفوطه بتمسحيه بينضف ومبقاش في اي تعب. لكن لو حامل هتشيل الحامل وهتشيل العين وهيبقى يعني حاجة صعبة. ده شكل البوتاجاز بعد ما فرشته. ما شاء الله يعني هو البوتاجاز نظيف ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا بس يكملها علينا بالستر. البوتاجاز ده اول ما اتجوزت كان في ناس جايين يزوروني في الشقة، فاول ما شافوا البوتاجاز: ايه ده البوتاجاز ده جميل ومش عارفة ايه، الازاز بتاعه كله وقع اتكسر.